السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى أبناء الشمال وأبناء الجنوب، اتركوا لغة التعميم في قدحكم وبذاءة ألسنتكم، فإن لكل واحد منكم عيبا، وفي كل مكان صالح وطالح. جاء عن أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس فرية عند الله يوم القيامة لرجل هجى رجلا فهجى القبيلة بأسرها. تخيل أن يأتي 1,000,000 شخص يطالبون منك حسناتك يوم القيامة، يقتصون منك لأنك سببتهم وقذفتهم وشتمت فيهم. لغة التعميم لغة الجهال ولغة الحمقى، ففي كل مكان صالح وطالح. اجعلها قاعدة. المثل اليمني عندنا يقولون: في كل بيت إيش؟ أكملوا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى أبناء الشمال وأبناء الجنوب، اتركوا لغة التعميم في قدحكم وبذاءة ألسنتكم، فإن لكل واحد منكم عيبا، وفي كل مكان صالح وطالح. جاء عن أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس فرية عند الله يوم القيامة لرجل هجى رجلا فهجى القبيلة بأسرها. تخيل أن يأتي 1,000,000 شخص يطالبون منك حسناتك يوم القيامة، يقتصون منك لأنك سببتهم وقذفتهم وشتمت فيهم. لغة التعميم لغة الجهال ولغة الحمقى، ففي كل مكان صالح وطالح. اجعلها قاعدة. المثل اليمني عندنا يقولون: في كل بيت إيش؟ أكملوا. السلام عليكم.